ورد إلى مسامعي كلام حاول به محافظ البصرة تصغير وإظهار تجاهله وعدم معرفته بحجم ونفوذ وامتداد قبيلة بني مالك العريقة. ولذلك إنه تاريخ بني مالك لا يمكن تجاهله، إن من قاد سيف الإسلام هو مالك الأشتر، وكان قائد جيوش المسلمين في زمن الإمام علي، وبعدها انتصر ابنه إبراهيم بن مالك لأخذ ثارات الحسين بقيادة جيش المختار. إن هنالك نوع من الاستصغار في حديث محافظ البصرة، ولذلك إنه لا أستنكر كلام، ولكن إنه أبناء قبيلتي وأبناء هذه العشيرة تحتفظ